المشاهدون الأكارم، طبتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. حاكم إقليم عنسبة يبحث تنفيذ برامج التنمية مع سكان هبرو. إنشاء سد في منطقة دقشحي. سيمينار عن البذور المحسنة في مقلم. توقيع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط خلال زيارة بوتين للسعودية. ارتفاع عدد قتلى إعصار اليابان وسط تضاؤل آمال العثور على ناجين. ومعطل 14 شرطيا في هجوم بغرب المكسيك. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعا حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود خلال لقائه سكان منطقة هبرو لتجميع السكان في موقع مختار لتسيير حياة مستقرة والاستفادة من الخدمات الاجتماعية. وحث لدى لقائه سكان منطقة هبرو طادة وهبرو طليم وبلدة عريتاي على العمل لحماية التربة وحفظ المياه وبناء الطرق وإقامة المحميات لتنمية الحياة البرية والغابات. وأشار إلى خلق الأرضية لحل مشكلة اتصالات الهاتف النقال، موصيا الإسراع في الحصاد توخيا من الأمطار المتأخرة والحفاظ على الآثار. من جانبه دعا مدير مديرية هبرو السيد فتوي قبر مسقل لإدارة جيدة لإنجاح مشاريع المياه والتعرف على الأطفال الذين فاتتهم فرصة التعليم وجعلهم يدخلون المدارس. وطالب السكان لدعم الحكومة بالآليات لصيانة الطرق التي يصعب العمل فيها بالقدرات الذاتية للسكان لصعوبة تضاريس المديرية. أوضح مدير مديرية لوقو عنسبة السيد أبراهام حقوس إنجاز 80% من أعمال بناء سد قشحي. وقال لدى لقائه السكان بعد تفقد إنشاءات السد أن حصول السكان على مياه الشرب الصالحة من أولويات الإدارة. وأشاد بمساهمات أبناء المنطقة في الداخل والمهجر لسد النواقص، داعيا المواطنين لترشيد استهلاك المياه والعناية بالسد. وأوضح المهندس مسجون عند مريم المشرف على أعمال البناء أن الهدف الأساسي من إنشاء السد هو توفير مياه الشرب والسقي ووجود برنامج لإدخال الزراعة المروية. وأكد السكان على استعدادهم لإكمال المشروع وتنفيذ برامج التنمية الأخرى. عقد سيمينار لمزارعي مديرية موغولو بإقليم القاشبركة حول فوائد البذور المحسنة. وأوضح مسؤول وحدة تنمية البذور السيد نقاسي هبت ميكائيل تنمية 3 أنواع من بذور الذرة المحسنة ونوعان من بذور الدخن ونوع واحد من بذور الحمص والصوف في مشاتل وزارة الزراعة ومزارع المزارعين، ولنجاحها سيتم توزيعها على المزارعين. من جانبه دعا مسؤول قسم البذور السيد قيتوم هيلا ميكائيل المزارعين الاهتمام لاختيار البذور المنتجة المناسبة لتربة مناطقهم واتباع إرشادات المهنيين الزراعيين والدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه. وأكد المزارعون أن المحاضرات المقدمة تدعم خبراتهم وسيعملون لتنفيذها. عقدت في نأفا ندوة بحثت أهمية التراث غير المادي وسبل الحفاظ عليه بمشاركة الأعيان ورجال الدين وممثلي السكان والشباب. وأوضحت المدير العام لقسم الثقافة والريادة في إقليم شمال البحر الأحمر السيدة زينب عمر أن التراث غير المادي يعبر عن الهوية، وأن مبادرات اتخذوا للحفاظ عليه ونقله للأجيال. وذكرت بأن المهمة ترتكز على جهد عامة المجتمع وسيجري العمل بقوة لعكس التراث على مستوى الأقليم والمديريات في الاحتفالات الشعبية والرسمية والمهرجانات. من جانبه أهاب مسؤول الثقافة السيد يوهانس جابرييسوس المجتمع عامة والشباب خاصة زيادة المساهمة للحفاظ على التراث والآثار، ويجري العمل المكثف للحفاظ على التراث غير المادي الذي يواجه خطر الانقراض. وأكد المشاركون في الندوة الاستعداد للمساهمة في جهود حماية التراث والآثار والموارد الطبيعية البرية والبحرية وتنميتها، منادين الصيانة العاجلة لدفاعات الساحل ونأفا خاصة وبناء السور لمتحف نأفا. وكانت لقاءات مماثلة عقدت في قنداع وفعبت.
عقد الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم عنسبة سيمينار في حقات لرفع وعي العضوات لمكافحة العادات الضارة. وتناول السيمينار أهمية تقوية تأطير المرأة وزواج القاصرات وختان الإناث مع المعيق للتعليم وتطور المرأة وإحداث مصاعب صحية ونفسية. وتم توضيح أنشطة الاتحاد خلال سنواته الأربعين بالنظر إلى الأهداف الموضوعة. وأوصل الاجتماع للدفع بمجالات تحسين حياة المرأة المعيشية وتدريب الفتيات المقاطعات للدراسة من الصف الثامن وإعادتهن إلى التعليم. وقالت مدير مديرية حقات السيدة آمنة الحاج عثمان إن على المرأة تكثيف جهودها لتخطي الصعاب وتحقيق حياة آمنة، مؤكدة الاهتمام ببرامج مساعدة مريضات النسر وتقوية مشاركة المرأة في التعليم والدفع بتنظيم المرأة. قدمت مكاتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديريات فورتساوا ودقة وملقي مساعدات هي عبارة عن لوازم مدرسية للطلاب المحتاجين. وقدم الدعم ل50 طالبا و70 أسرة بعربات الدفع اليدوي في مديرية فورتساوا. وتلقى 45 طالب من مديرية دقة و35 طالبا من مديرية ملقي دعم اللوازم الدراسية. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة معكم من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فكونوا معنا. أهلا بكم والأنباء العالمية. وقعت السعودية وروسيا رسميا على ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط في منطقة الدول المصدرة أوبك وخارجها، وذلك خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة. وحضر جلسة التوقيع على الميثاق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ومسؤولين من البلدين في قطاع الطاقة. وقال وزير الطاقة السعودي الأمير بن عبد العزيز بن سلمان نجل الملك خلال حفل التوقيع الرسمي في الرياض أن الميثاق أساسي لترسيخ التعاون ودعم استقرار أسواق النفط. وتم التوصل للميثاق بين دول منطقة منظمة أوبك وعددها 14، والدول المنتجة خارجها بقيادة روسيا وعددها 10 في يوليو الماضي خلال اجتماع في فيينا. وبعد السعودية توجه بوتين الثلاثاء إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث سيلتقي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان. ارتفع عدد قتلى أسوأ إعصار يجتاح اليابان منذ عقود إلى 66 قتيلا، بينما يحاول عمال الإنقاذ البحث عن مفقودين، ولا تزال ألوف المنازل دون كهرباء أو مياه. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن العاصفة ضربت مساحة كبيرة وسط وشرق اليابان، مما أدى إلى فقد 15 وإصابة قرابة 200 آخرين بعد نحو 3 أيام من ضرب الإعصار هاجبيس اليابان برياح عاتية وأمطار غزيرة. وقطعت المياه عن قرابة 138 ألف منزل، في حين انقطعت الكهرباء عن 24 ألف منزل، ليصل عدد الأشخاص الذين يعيشون دون كهرباء بعد الإعصار إلى مئات الألوف. لكن ما يثير القلق هي المناطق الشمالية، حيث بدأ الطقس يتحول إلى البرودة. وكان أكبر عدد للقتلى في مقاطعة فوكوشيما إلى الشمال من طوكيو، حيث انهارت السدود فيما لا يقل عن 14 موقعا على طول نهر أوبوكوما. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن ما لا يقل عن 25 شخصا قتلوا في فوكوشيما، فيما تزال وطفلها في عداد المفقودين. وحذر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من أن التأثير الاقتصادي للإعصار سيدوم لفترة طويلة. قتل مسلحون 14 شرطيا في هجوم في غرب المكسيك، بحسب ما أعلنت السلطات، منددة بفصل جديد من أعمال العنف في المنطقة المضطربة التي تنشط فيها عصابات إجرامية وتنظيمات الأمن الذاتي. وأفادت تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية بأن الشرطة تلقت بلاغا توجهت على إثره إلى ضواحي المدينة، حيث فتح مسلحون على متن شاحنات رباعية الدفع النار على عناصرها قبل أن يضرموا النار في عدد من سيارات الدورية. وقالت وزارة الأمن العام أنها تستنكر الهجوم الذي أودى بحياة 14 من أفراد الشرطة ببلدية إجليليا في
ميشوكان، وهي ولاية تتعرض بشكل متكرر لأعمال عنف بين عصابات المخدرات المتنافسة. وحملت النيابة العامة في الولاية مسؤولية الواقعة لحرب بين عصابات الإتجار بالمخدرات. البطاطا المقلية تشعل نزاعا بين الاتحاد الأوروبي وكولومبيا، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن نيتها الاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية للاعتراض على رسوم جمركية لمكافحة إغراق السوق فرضتها كولومبيا على البطاطا المقلية المجلدة المستوردة من بلجيكا وألمانيا وهولندا. وقالت سيسيليا مالستروم المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون التجارة خلال مؤتمر صحفي أنها طلبت إطلاق مسار لفض النزاعات أمام منظمة التجارة العالمية في حق كولومبيا في أقرب وقت ممكن. واعتبرت مالستروم أن التدابير التي أعلنتها بوغوتا في نوفمبر 2018 غير مبررة إطلاقا وتضر بالشركات الأوروبية. وشهدت الجمعية البلجيكية لاختصاصي القطاع بتصريحات المفوضة الأوروبية منوهة بالدعم الذي تقدمه هذه الأخيرة منذ اندلاع هذا النزاع التجاري. وكانت بلجيكا بحسب كولوس قد أنتجت العام الماضي حوالي 2,000,000 طن من البطاطا المقلية المجلدة، صدرت 90% منها. مشاهدينا الأكارم، بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.